يا هلا ومرحبا فيكم. قصتي اليوم من الجزائر، من زمان ما حطينا قصة منها. خلونا على طول نبتدي بتفاصيل قصتنا. انولد حميدة في التسعينات، وكان من أول ما طلع على هذه الدنيا شاف أمه اللي اسمها زهرة وأبوه أحمد، وعنده أخ وأخت أكبر منه. الأخ الكبير اسمه عبد القادر، تقريبا أكبر من حميدة ب5 سنوات. أما بالنسبة لزينة أكبر من حميدة ب2 فقط. تربى حميدة بوسط هذه العائلة، لكن من أول ما شاف أبوه وتعى على هذه الدنيا شاف القساوة وشاف الظلم من أبوه بالذات، وأيضا أمه كان أبوه جدا قاسي عليه من لما كان عمره يعني في 3-4 سنوات وهو يطقه ويضربه. وفي شيء يعني يخلي أبوه يتعنصر عليه وهو الخروج. يعني حميدة ما كان أبوه يرضى يطلع برا البيت، ليش؟ ما يدري. فكانوا إخوانه يطلعون يعني يلعبون في الحارة، يلعبون مع الجيران، إلا هو حميدة قاعد في البيت. وكل ما قام يصيح يعني حالة حال الأطفال، يبي يلعب معاهم، يطلع برا في الشارع في الحارة اللي هم فيها، أبوه يمنعه. وإذا أصر يجي يحفظه وهو صغير، يقول له أنت اسمك حميدة، أنت عائلتك فلان الفلاني، أنا أبوك وهذه أمك، إذا طلعت في الشارع قول هذا الكلام. حميدة طاوعهم وفعلا قام إذا طلع الشارع. تعرفون طفل ساعات يقول حميدة، ساعات يقول علي، ساعات يقول يعني فتيحة، إلى أن بعدين صار حق حميدة 3 أسماء، ناس تسميه علي، وناس تسميه حميدة، وناس تسميه فتيحة. هذا الولد كان أبوه ما يرضى له يحلق شعره، وإذا جاي يطلع برا في الشارع لازم يطول شعره ويلبس ملابس بنات وهو كان صغير. ليش كل هذا؟ وش معنى حميدة؟ وهو حميدة ما يدري، وهو مستغرب إيش معنى أنا بالذات أسوي كل هذا وأمثل قدام الناس. لكن هذا كله حطوه على جنب. الأب كان جدا قاسي، وحطوا عليها 1000 خط على حميدة اللي هو المفروض يكون آخر العنقود. كان يطقه وكان يقسى عليه، حتى في بعض الأحيان إذا طلب أنه يطلع أكثر من مرة يقوم يربطه، بحيث أن رجوله يلمهم ويربطهم بحبل، وأيادية يربطهم بحبل، ويسند الحبل على فتحة من فتحات الجدار أو يعني السور حق الدرج. ويظل المسكين حميدة قاعد قابع في هذا المكان ساعة، ساعتين، 3، إلى أن يعني تجي الأم بعض الأحيان تساعده أو زينة. وفي يوم من الأيام حميدة جلس الصباح، وأول ما جلس شاف إخوانه لابسين ومتجهزين رايحين المدرسة. قام يصيح حميدة، قال أبي أروح المدرسة. كان عبد القادر بيروح صف 5 وزينة بتروح الصف الأول. أما حميدة المفروض أنه كان يعني عمره 7 سنوات، فكان يصيح يبي يروح، لكن أبوه منعه ورفض أنه يروح، وقال له أنت بعدين مش الآن أنك تدرس. وظل حميدة على هذا المنوال، كل ما شاف إخوانه يروحون المدرسة يصيح ويبكي عند أبوه وأمه، يبي حتى هو يتعلم. لكن مثل ما يقول المثل، جات الحزينة تفرح ملأت لهاش مطرح. يعني ما مداهم مساكين يفرحون زينة وعبد القادر بالتعليم، إلا أبوهم فجأة وبدون أي مقدمات طلعهم من المدرسة، ويلا قوموا اطلعوا في الشوارع، تسولوا، طلبوا الناس إنهم يعطوكم فلوس عشان تجيبونهم لي ويعني أصرف على البيت. طيب الحين بقول لكم شنو هذا الأب يعمل؟ هل هو عاطل عن العمل؟ لا، أبوهم اللي هو أحمد كان مؤذن، يأذن في الجامع القريب من البيت. ومو بس كذا، حتى إنه يتطوع ويدرس حلقات تحفيظ القرآن، وكذلك يعني يروح في تقديم العزاء يقرأ قرآن ويعطونه مما تيسر. وأيضا في هذه الأثناء لما قام عبد القادر وكذلك اخته زينة يروحون ويطرون أو يطلبون الناس، كان يوصيهم الأب هنا
اللي هو أحمد يقول لهم إياني وياكم تروحون جهة الحارة اللي إحنا فيها، ترى ذولا ناس يعرفوني وافتشل منهم، روحوا مكان بعيد وطروا منهم أو طلبوهم يعني تسولوا، وإذا شفتوا أحد من هذول الناس مارين انتو تعرفونهم أو يعرفوكم لا تقربون منهم ولا تطلبوهم. فقالوا لا تمام، ويروحون مساكين من الصباح بدل ما يتعلمون يروحون يطلبون الناس في الحارة البعيدة عن حارتهم. أما بالنسبة هذا الولد حميدة قام يصيح، قال حق أبوه أنا بعد أبي أروح إياهم، ما يفهم صغير. قال لأبوه ممنوع إنك أنت تطلع من برا البيت. فقام يصيح حميدة على كل طلعة يبون يطلعونها يبي يروح وياهم. وفي هذه الأثناء قام أبوه أيضا وضربه وكذلك ربطه. بالنسبة لهذا الأب المفترض أنه يكون يعني قدوة لعياله، وهو مؤذن وإمام جامع، يعني له الوقار والاحترام والناس يعني تحترمه، المفروض أنه ما يعمل هذا الشكل في أولاده. تخيلوا أنه كان يمارس عليهم شتى أنواع التعذيب عياله لمجرد أنهم يعصون كلامه. ومثل ما قلنا نخصص بالذكر اللي هو حميدة. مع أنه كان صغير لكن كان يربطه، كان يكب عليه أو يدفق عليه الماء البارد في عز الشتاء، وكذلك يستعمل الكي بالحرارة، وأيضا قام يربط رجوله بالساعات ويستند على الجدار، حتى أن حميدة بعض الأحيان تتعور أيادية لأنها تكون مرفوعة وهو صغير، فتجي أخته زينة وتلحقه تجيب له الماء تجيب له الأكل وتظل تعاونه وتساعده عشان ما يتعب أكثر. وفي يوم من الأيام كان حميدة جالس مع أخوانه، ما كانوا يعني يطلعون كثير خصوصا لما زينة شوي كبرت. فقال له عبد القادر يا حميدة أنا راح أقول لك حاجة. قال له شنو؟ قال له عبد القادر أنت للأسف مو أخوي. قال له معقول أنا مو أخوكم؟ وقام يصيح حميدة. قال له إيه يا حميدة، أبونا جابك لنا وانت توك يعني عمرك 2 وأمي فرحت فيك كثير وقعدت تهتم فيك، لكن بعدها ما هديت ولا سكت، كنت دائما تصيح أبي ماما أبي ماما، حتى أن زينة تذكر هذه المواقف. صح يا زينة؟ قالت لا إيه، حتى جيت أنا أجيب لك الألعاب أبي أهدي فيك دون فايدة، لدرجة أن خلاص أبوي مل منك وراح ورجعك جاب بنت ثانية وعطاها أمي. قالت لأمي لا أنا أبي الولد اللي رجعته جيبه وهذه ما بيها. فقام مرة ثانية ورجع البنت وجابك أنت لحد عندنا، ومنها خلاص ظلت أمي تهتم وترعاك لحد يعني ما كبرت. عشان كذا هذا يفسر إن أبوه وأمه مو حيل معاه وما يعاملوه كمعاملة الأبناء. حميدة قام يصيح وبعدها ما صدق كلامهم كون إنه صغير، وكان دائما يعني ينادي أمه زهرة بأمي. وفي هذه الأثناء كانت زهرة اللي هي أم حميدة تطلع تروح بيوت الجيران، فلما يشوفها حميدة يصيح ويتعلق فيها يبي يطلع وياها. كان مثل ما قلنا شعره طويل، وكانت الأم هنا تتوسل وتترجى زوجها اللي هو أحمد عشان تاخذ معاها حميدة، فتقول له خلاص خل حميدة يجي معاي. يقول لها لا ما يحتاج الحين بيفضحنا. وهو يسمع هذا الكلام حميدة من لما كان صغير، فكانت تقول له خلاص احنا نوصيه. يجي يمسك أبوه يقول له شوف يا حميدة شو تقول للناس؟ انت شنو اسمك؟ يقول لهم حميدة. ابن مين؟ ابن أحمد. أمك مين؟ أمي زهرة. هذا مين؟ بابا. وهذا مين؟ ماما. طيب الحين المرحلة الثانية، ليش توهم يشوفوك الجيران؟ قال له لأني مثل ما حفظتني جدتي أول ما ولدتني أمي ربتني، وبعدها يعني كبرت لما صار عمري 2 أخذتوني وجبتوني البيت. قال له بس خلاص قول هذا الكلام للناس. وفعلا قاموا على هذا المنوال ما يطلع إلا بالتلقين وبالتحفيظ حميدة. وفي يوم من الأيام الأم زهرة جمعت عيالها، وكان حميدة يتذكر المواقف هذه إن أمه كان بطنها كبير، فكان يسألها ماما ليش كرشتك؟ يسمون البطن كرشة اللي هم المغرب والجزائر، ليش
كرشتك كبيرة. قالت له هذه زهرة أنا يا ولدي حامل وإن شاء الله بجيب جنين طفل تلعبون وياه. فكانوا فرحانين عيال زهرة ينتظرون هذا الولد يجي يعني بسرعة ومتحمسين كثير. وفي عام 1997 الأم هنا فجأة وبدون أي مقدمات اختفت من البيت. فقاموا هنا يسألون أبوهم ثلاثتهم. قال الأب إن الأم طلعت وراحت المستشفى. انزين ظلوا ينتظرونها عشان تجيب البيبي يلعبون وياه. يوم يومين زهقوا وضايقوا يبو أمهم، وخصوصا إن حميدة شوي الأم كانت ألطف في التعامل وياه من الأب، فكان حميدة على طول يصيح يبي أمه. فهنا راحوا لهذا الأب سألوه مرة ثانية عن أمهم. قام هنا الأب قال خلاص أمكم ما راح تجي، أمكم تركتكم وراحت. قاموا هنا يصيحون يبون أمهم، إلا قام هذا الأب وضربهم ضرب لحد التعذيب، ومن ثم قام كالعادة وربط أياديهم ورجلهم وأسنده عند فتحة الجدار. لكن ما اكتفوا بذلك، العيال يبون أمهم قاموا يصيحون. تعب منهم، قال لهم شوفوا خالكم أخذ أمكم ووداها اللي هو المستشفى عشان تجيب لكم الولد. لكن ظل هذا التساؤل في لسان عياله، يبون الأم تجي بأسرع وقت. هذا يعني عشرة مو يوم ولا يومين يقدرون ينساها. المهم كبروا هنا العيال ومرت السنوات والأم مختفية فص ملح وذاب، ولا تتصل ولا تسأل ولا حتى يعني أدنى علاقة معاهم. لما اختفت الأم كان عمر اللي هو حميدة 7 سنوات تقريبا، فما كان يتذكر كثير ملامحها لأنها خلاص ما في لها صور ولا غيره. لما كبروا عبد القادر خلاص ما قام أبوه يضربه، فصار شوي كبير يعني على عمر 14-15 سنة. عبد القادر يحب إخوانه ويتعامل معاهم بلطف، بينما أبوه كان يخاف منه وما كان يعني يضربه، فقط اتجه في الضرب لزينة وحميدة. في يوم من الأيام كان حميدة يصيح. قال له عبد القادر وش فيك يا حميدة ليش زعلان؟ قال له حميدة أنا اشتقت لأمي، أبي أشوفها لأنهم هذولا ينامون إيا أمهم في الغرفة. فقال له عبد القادر أنا بقول لك حاجة بس لا تقول لأبوي. قال له شنو؟ قال له أمي موجودة في البيت معانا. قال له حميدة معقول وينها؟ قاعد يتلفت يمين وشمال يدور على أمه. قال له عبد القادر لا، أمي موجودة في الجراج هذا اللي داخل اللي مقفول عليه بقفل حديد، وهذا الجراج داخله حفرة، أمي دفنها أبوي داخل هذه الحفرة. قام حميدة يصيح ويبكي أبي أمي أبي أمي، لحد إنه خلاص خاف عبد القادر وقاعد يهديه وقال له شوف هذا الكلام لا تقوله لأبوي بعدين يضربنا، وخلاص انسى الموضوع. فعلا حميدة خاف ولا قال لأبوه عشان هذا الكلام اللي قاله عبد القادر. وأيضا حميدة أصلا ما صدق هذا الكلام، قال مستحيل، شنو أمي يعني بيذبحها أبوي بيحطها في الجراج. كبر هنا حميدة وصار يعني يطلع لوحده مع أخته. فهنا أبوهم هذا إمام الجامع قام أسند على حميدة وعلى زينة مهمة التسول، وبينما عبد القادر خلاه يطلق اللحية يقصر الثوب ويطلع مع أبوه يروحون من مكان إلى مكان تطوع، قراءة قرآن يقرون، وكذلك الأعمال يعني الدينية بمقابل أموال رمزية. بينما العيال هذول مثل ما قلنا يطلبون يطرون الناس اللي في الحارة الثانية. وبينما هم كذلك جاء عبد القادر في يوم من الأيام وقال حق أبوه شوف أنا هذني أطلع وياك وأشتغل وأروح وما أتعب ولا أكل من العمل معاك، طلبتك طلبة، العيال هذولا خلهم على جنب، خلهم في البيت مرتاحين، وأنا بالفلوس هذولا اللي أروح أحفظ فيها القرآن وكذلك أقوم بالتطوع بالأمور الدينية فلوسي راح أصرف فيها على أخواني. فهنا الأب رضخ للأمر الواقع وسكت وما رد عليهم. الأب هنا كان قاسي جدا، يعني أول قاسي
لما ماتت الأم أو اختفت الله أعلم، كان قساوته تزداد شيئا فشيئا أبوهم، وكان على هذا المنوال على طول يضرب ويطق فيهم. لما بلغ عبد القادر سن 18 سنة، راح الأبوه في يوم من الأيام قال له أنا أبي أروح فرنسا، حالي حال ابن عمتي، لأن ابن عمته يروح يشتغل في فرنسا ويجي. قال له شوف يا يبا، كفاية دراسة ما خليتنا نكمل، خليتنا نقطع الدراسة ونروح نتسوى للناس، فأنا أبي أروح فرنسا وطلع لي فيزا وطلع لي إجراءات السفر، ما راح أظل هنا. فهنا الأب قال حق عياله خلاص روحوا في الحارة أو أي مكان، وبعدها تعالوا خلوني أتفاهم ويا أخوكم. وفعلا راحوا تقريبا مدة ربع ساعة نص ساعة ورجعوا، إلا الأب وعبد القادر متفاهمين. شنو توصلوا له؟ توصل الأب إن عبد القادر ما يطلع من البيت مدة شهرين، وبعدها راح يغرقه بالأموال، وقال له ما يحتاج إنك تسافر أصلا فرنسا، لأن الفلوس اللي آخذها من الناس كإمام جامع يعطوني ويتصدقون علي، أنا راح أعطيك فيها هذه الفلوس وراح تعيش مثل الملك، بس على شرط ما تطلع من البيت مدة شهرين. قال لعبد القادر تمام. واتفقوا في هذه الأثناء أنهم يعزمون الجيران والحارة اللي هم فيها، ويجون الجيران ياكلون من هذا العشاء، عشان اللي يبي يسلم على عبد القادر، لأنه مثل ما قلنا حفلة وداع بيروح فرنسا، وهو كله فقط مشهد تمثيلي لهم. جو الجيران وسلموا على عبد القادر وتعشوا واحتفلوا، واللي يعطيه رسائل واللي يسلم عليه ويقول له أرجوه وصل سلامنا للجالية هناك في فرنسا الجزائرية. فهنا عبد القادر قام بالتمثيلية على أكمل وجه. وفي هذه الأثناء ظل عبد القادر شهر قابع في البيت، جالس بين 4 حيطان، ما يشوف أحد، ممتثل بكلام أبوه. لكن عبد القادر خلاص زهق مل من جلسة البيت، فقال لأبوه شوف يا يبا، أنت قايل عني كلام أني أنا جالس في الزاوية أقرأ قرآن. قال له أبو لا أنا ما قلت عنك كذا. قال له خلاص أنا بأطلع، طال المكوث في البيت وأنا صراحة ماني متعود وأبي أطلع اليوم قبل بكرة. فقام الأب هنا يراشي فيه ويراضيه ويعطي الهدايا والفلوس ويمسح على راسه ويقول له شوف أنا خلاص اليوم راح أحل المشكلة، كل اللي تبيه أحلامك راح تتحقق، تبي تلفزيون، تبي ماطور، أي شيء راح يكون موجود عندك، لكن بشرط واحد، مددها الله يخليك شهر واحد، اقعد في البيت بس شهر عشان يكتمل الشهرين. فقام هنا عبد القادر وقال يلا أمري لله. وفي هذه الأثناء كان حميدة يشوف واقع الألم اللي يعيشه عبد القادر. كان الأب هنا يقسى على عبد القادر، يا ما حاول يقتل عبد القادر، لدرجة أنه أخذ يده وحطها على النار أو الفرن، لما انصهر اللحم وبين العظم تخيلوا. وبعدين يعني لما وداه المستشفى أسعفوه، لكن خلاص عابت اليد. وأيضا غير هذا كان يوم من الأيام وصل أعصابه لدرجة أنه يبي يقص أصابع يد عبد القادر. لاما هالعيال حميدة وزينة يتصارخون قدامه ويبكون الله يخليك ارحم أخونا، وخافوا من صراخهم ان الناس تسمع، وهون عن هذا الشكل أو التعذيب. عبد القادر كأنه خافي شيء ويهدد أبوه فيه، وأبوه يبي يتخلص منه عشان يكتم هذا السر. فيوم من الأيام قام الأب وخلى عبد القادر يحفر حفرة في الجراج على أساس يبون يطلعون بير أو ماي للشرب. هذا الجراج كان يحط فيه اللي هو القش والشعير حق اللي هو الخرفان والماعز اللي كانوا موجودين في هذا المكان اللي هو في الجراج. فكان يحفر عبد القادر الحفرة لما خلاص يعني صار عمقها متر متر ونص. وفي هذه الأثناء جاء يوم من الأيام الأب خصوصا في الصباح الباكر، مسك عياله قال حق زينة وحميدة لأول مرة في التاريخ يعطيهم فلوس ويقول لهم اشتروا
اللي تبونه. ها ما وصيكم لا تجون مبكر، أنا راح أجيكم في الصباح وآخذكم من السوق، لا تجون البيت. قالوا له تمام. حميدة وزينة راحوا فرحانين السوق، تسوقوا وانتظروا إن أبوهم يجي. ساعة، ساعتين، 3. حميدة مثل ما قلنا من البداية ما يعرف لا يقرأ ولا يكتب، فبالتالي كانت زينة عندها ساعة، وكانت كل دقيقة تطالع في الساعة وتقول أبوي يتأخر. لما صارت الساعة 12 فقالت زينة خلاص خلنا نروح البيت، أبوي يتأخر علينا يمكن نسانا أو نام. فعلا راحوا البيت. لما دخلوا شافوا يعني الدنيا قايمة، والأب قاعد يغسل اللي هو الأرضية حقت التهوية أو اللي هو البيت، وكأنه في وسخ أو بقع يغسلها. بعدها دخلوا إلى داخل في الصالون، شافوا في دلة شاي، قهوة، وكذلك حلاوة، كيك موجود، كأن ناس جايين ومضيفنهم. فقالوا له مين اللي جايبه؟ قال لهم أمكم جت وسألت عنكم، عرفت انكم برا وجلست شوي وقالت لي أسلم عليكم ومشت. قام هنا حميدة فز وقام وقال ليش تجي الآن تسأل عنا؟ من متى هي تعرفنا؟ أصلا خلاص ما نبيها تجي وإحنا كرهناها. ما شاف إلا أبوه فرح كثير بالكلام اللي قاله حميدة وأثنى عليه. بعدها ظلوا هنا قاعدين. التفتوا حميدة وزينة على بعض وقالوا وين عبد القادر يبا؟ قال لهم عبد القادر شاف أمكم ولزق فيها وراح معاها، فلذلك عبد القادر مو موجود هنا في هذا المكان، خلاص لحقها. فقام هنا حميدة وقال له طيب يبا ليش أمي تاخذ عبد القادر وأنا أولى إنها تاخذني؟ خلاص الولد يبي يطلع من هذا العذاب اللي قاعد أبوه يعذبه يمين وشمال. فالأب هنا قال له خلاص راح ويا أمك وما راح يجي. قام هنا يصيح ويبكي يبي اللي هو أمه. قال أبي أمي حية أو ميتة أبيها الآن. عجز الأب يسكته دون فايدة، فكالعادة قام وضربه وربطه، وبعدها أذن الأذان وقام الأب وغير اللبس حقه، لبس الكندورة وبيطلع. إلا هنا حميدة التفت على أبوه قال له يبا لا تطلع لأن في الكندورة فيها دم من الجنب، اللي هي الدشداشة اللي يلبسونها يعني الجزائريين. فقام هنا الأب وشاف الدم وغير ملابسه وطلع. قام هنا عبد القادر وراح مع اللي هو زينة إلى السطح يلعبون. بينما هم يعني يصعدون إلا شافوا بقع دم مطشرة أو منتشرة أو منتثرة في جميع أرجاء المنزل، وبالتحديد من السطح اللي هو البؤرة الرئيسية لهذا الدم إلى الدرج. فقعدوا يترقبون الدم، شافوا الدم موجود على الجدران وكذلك على الدرج إلى أن وصل إلى السطح. ومن بعدها تفاجأوا لما شافوا سروال وبلوزة عبد القادر مملوءة من الدم. فانتظروا هنا الأب يسألونه شنو مصدر هذا الدم. فلما جاء الأب على طول حميدة سأله عن بقع الدم المنتشرة. قال له الأب أنا ذبحت ديك عشان يكون هذا قربان، أو مثل ما يسمونه هناك في الجزائر بأسلوب النشرة عشان أمكم يعني. فلذلك هذا الديك يعني نثر دم في السطح وفي الأرض. بعدها سأل حميدة قال له طيب والدم اللي موجود في ملابس عبد القادر ليش؟ قال له لأن عبد القادر وهو يساعدني انجرحت يده وبقع من الدم، وبعدها غير ملابسه وراح مع أمه. زينة طالعت في أبوها قالت لا طيب اللي بيروح مع أمه ينسى ملابسه كلهم في الخزانة أو في الكبت أو الدولاب، ليش ما أخذ اللي هو ملابسه وروح ويا أمي؟ قال الأب هنا أمكم جابت له ملابس كثيرة فما يبي هذه الملابس اللي موجودة في البيت. سمع كذا حميدة وقام يصيح مرة ثانية أبي أمي أبي أمي، ليش تدلع وتجيب ملابس الأخوي عبد القادر وأنا لا؟ فهنا قام الأب وعطى علقة ضرب، وبعدها راح وربطه في المكان المخصص على الجدار. وظل حميدة على هذا المنوال كل ما يمر يوم يومين يصيح يبي أمه. فالأب هنا ضاق ذرعا من ولده، فمسك ولده وزينة وقال لهم شوفوا أنا قتلت أمكم وقتلت أخوكم عبد القادر، وأي حركة منك يا حميدة أو أي سؤال لأمك
راح تلحق عبد القادر اليوم قبل بكرة. فعلى طول هنا حميدة سكت وتذكر كلام عبد القادر لما قال له أبوي قتل أمي وحطها في بير الجراج، فخاف، ومن ذاك اليوم أبدا حميدة ما قام يسأل عن أخوه ولا عن أمه. الحين بقول لكم شنو وضع هذا البيت. البيت هذا كان يجوله زوار صحيح، خوال الزوجة ما كانوا يجون نهائيا، ما يعرفهم حميدة ولا بعمره شافهم، اللي هو خوال وخالات حميدة. بينما عمامة وعماته يجون يزورونهم، ياخذهم الأب يطلعهم برا في الشارع ويجيب لهم القهوة والشاي يتقهون يم الباب. فأهم زعلوا وقالوا له طيب ليش ما تخلينا ندخل داخل البيت؟ يقول لهم أنا ما أقدر أدخلكم لأن زوجتي ما تبيكم، فإذا بتدخلون بتسووا لي مشاكل، تبون على هذا الوضع إنكم تزوروني تقعدون برا حياكم الله، ما تبون لا تجون. لكن الغريب في الأمر إن قافل الباب على أهله وكذلك أهل زوجته، زيارات ممنوعة، بينما فاتح البيت حق فئة من الناس. مين هذول الناس اللي يجونه؟ هم حريم يدخلون ومعاهم أطفال، بعض الأحيان يروحون عشان يرقيهم، يقرأ عليهم، يسوي لهم حجابات وغيرها، وبعض الأحيان يكتب كلام في الورقة ويعطيهم على أساس يحرقوها. هم يقدسونه على أساس إنه إمام وجامع وشيخ، لكنه في الحقيقة على كلام حميدة كان أبوهم نهائيا لا يمت بالرقية ولا بالإسلام شيئا، كان ساحر ومشعوذ. فلذلك كان يعطي عياله أغراض أو أشياء مربوطة من أثر هذول الحريم اللي يعطونه على أساس يتخلصون من الهم والحزن وأي كرب عندهم. فيقوم هذا الرجل يسوي لهم عمل أو سحر ويعطي حميدة وزينة إنهم يتخلصون من هذه الأغراض، يقومون يرمونها في هناك جنبهم مقابر يهودية وكذلك مسيحية وكذلك إسلامية، يقومون يرمون والله هذه الكيس بأي مقبرة كانت، ما يقدرون يدخلون، يخافون. لكن الغريب في الأمر إن حميدة كان يقول إن أبوهم كان على طول بين الحين والآخر يفدي فدو ديك يذبحه أو ماعز خروف، إذا قام وذبح الديك يحطه في الكيس، يقوم حميدة يروح مكان اللي رمى أبوه الكيس اللي داخل الديك، يشوف الكيس فاضي، وين الديك ما يشوفه حميدة. وفي هذه الأثناء الفضول قام يدب بين حميدة وزينة، يبون يعرفون شنو يسوي أبوهم. طبعا أبوهم كان جايب كتب، هذه الكتب حاطنها في الدولاب. أخذوا الكتب تقريبا عددها 3 4، أخذوا الكتب وقامت زينة تقرأ داخل الكتب اللي هو طلاسم، أبراج، ترابي وناري وغيرها. فهنا قام حميدة يخاف، وأيضا جاله دوار من بعد ما قرأ هذا الكلام. ويا ليت ما قرأ حميدة، قامت تجيله خيالات وخزعبلات، وكان يخاف جدا إنه يجوله يعني أشباح في المنام. وفعلا هذا صار. في يوم من الأيام كان نايم في الغرفة، وكان أبوه أيضا معاه على المرقد أو الدوشق. ففي ذيك الفترة حس حميدة إن ناس جايين أشباح لابسين أبيض ورايحين جهة الأب اللي هو أحمد، وعلى طول قاموا يشوونه بالجمر. فخاف هنا حميدة وراح يركض وولع النور، فقام يصرخ عليه الأب طف النور طف النور. قام هنا وطف النور وشاف أبوه يتمتم بكلمات غير مفهومة. ومن ذيك اللحظة كان حميدة يسمع كلام أصوات وضجة في السطح، يصعد السطح ما يشوف أبدا أي ضجة ولا أي أحد يعني لمصدر الصوت. حتى أن أخت زينة كانت تقول له أنت يتهيأ لك من قرينا هالكتب وأنت تحسب أن في ناس حوالينا. وفي يوم من الأيام زينة جابت رسالة تركض لأخوها، الحقني الحقني أمي كتبت لنا رسالة، بعثت لنا مكتوب. فقرت الرسالة وكانوا جدا سعيدين وفرحانين إن أمهم رسلت لهم رسالة. كان هذا الكلام في شعبان عام 2004. اختفاء أخوهم عبد القادر كان في عام 2003.
حميدة كان على طول يحس بالقلق وبالخوف وبالفزع، فكان بعض الأحيان يسهر في الليل بس يخاف من أبوه يسوي حاله نايم. وفي يوم من الأيام شاف أبوه قاعد يكتب رسالة. لما خلص من كتابة الرسالة راح وصفطها وحطها تحت الباب، فعرف هنا حميدة أن الرسالة أصلا اللي كاتبينها أبوهم يبي يوهمهم أن أمهم موجودة وإيه اللي ترسل لهم هذه الرسالة. فقامت هنا يوم ثاني اللي هي زينة تبكي وتصيح تقول أمي رسلت لنا رسالة، على طول بتقراها: أنا أمكم، أنا أبي أشوفكم إن شاء الله، بجي أخذكم، أنا رحت فرنسا ورجعت الجزائر وقاعدة أجهز للبيت. قال لها حميدة: سكري يا زينة الرسالة، لأن هذه الرسالة أنا بعيوني شفت أبوي قاعد يكتبها. فهنا تضايقت زينة وعرفت مصدر ألاعيب أبوهم، شلون يحيكها وشلون يبي يغشهم ويسويها على هيئة إن أمهم تسأل عنهم. لما شاف حميدة إن أبوهم قام يمثل في الكذب عليهم شك في الأمر، فقال: أنا الآن ليش ما أكتشف الأمر بنفسي؟ عبد القادر لما اختفى كان عمره 18 سنة، فقال حميدة: لازم أكتشف الأمر بأي وسيلة كانت. كل الشكوك تروح حوالي هذا الجراج، ليش ما أروحه؟ ليش ما أشوف شنو داخله؟ لكن الجراج مسكر ومقفل بحديدة. فقام حميدة وجاب حديدة، وفعلا قدر يكسر هذا القفل الضخم اللي مقفل الجراج. فتح الجراج ودخل للداخل، راح وشال لوح زي الحديد أو الخشب، هذا اللوح كبير جدا مغطي الحفرة، راح نزحها. أول ما دخل أصلا هذا الجراج الريحة الله لا يوريكم، ريحة جيفة منتشرة في هذا المكان. فقعد هنا حميدة أول ما شال هذا اللوح شاف تحته فعلا الحفرة اللي حفرها عبد القادر، لكن كان داخلها مين؟ داخلها فعلا عبد القادر، كان متفحم ولونه أسود كأنه متعفن، لكن عرف هيئة وجهه حميدة وعرف إن عبد القادر ما راح يأمهم ولا اختفى ولا هالكلام اللي قاله، إنما هو موجود في الحفرة اللي حفرها بنفسه ذاك اليوم عبد القادر عشان يطلع البير، لكن في الحقيقة وهو حافر هذه الحفرة عشان يموت في قبره. الحفرة هذه ما هي إلا قبر عبد القادر. تخيلوا حميدة في هذه الأثناء شنو حصل له، قام يصيح ويصارخ وصابه حالة انهيار وحالة إحباط، لأنه كان يحب عبد القادر، عبد القادر كان حنون عليه. فقام يصيح ويبكي وطلع، وكان على طول يبي يقط نفسه من فوق السطح، يبي ينتحر بأي وسيلة. طبعا هذا الكلام اللي صار في تقريبا 15 شعبان في عز البرد عام 2004. أبوهم وين كان؟ أبوهم كان يطلع الفجر يروح يصلي ويأم الناس، وبعدها يقوم يقتل، يجي الظهر على الساعة 12 وبعدها ينام يرتاح له شوي، ومن ثم يروح المغرب ما يجي إلا في الليل. فهنا قام يصيح ويبكي، ما هو عارف شنو الأحداث اللي صارت. حميدة من هول المنظر اللي شافه حط اللوح مكانه وسكر الجراج وطار زي المجنون. لما أخته جته تحاول تهدي فيه، للأسف إن حميدة وهو يعافر وصارخ رقع أو صدم راسه بالجدار وطلع من راسه الدم. وبينما هي أخته تهدي فيه وتطمنه وتقول له خلاص اسكت، لا أبونا يسمع، شلون ليش تروح المكان، أبونا لو يدري يذبحنا وبنلحق بأخونا عبد القادر. إلا أبوهم يدخل البيت ويشوف في هذه الحالة يصيح ويبكي والدم ينزف منه. فقال: أنا عارف من اللي ضرب حميدة، ما حد ضربه إلا أنت يا زينة. ويقوم الأب هنا ويسطر زينة ويضربها، يعطيها علقة ضرب. قاموا هنا وراحوا الغرفة وهم في دوامة وتفكير، ما هم عارفين شنو يسوون. فقام هنا الأب غاب شوي ورجع قال: الحين كل واحد فيكم يقر ويقول مين اللي راح الجراج ومين اللي كسر القفل. الحمد لله ان حميدة صار عنده عقل ورجع اللي هو اللوح مكانه، وكذلك سكر الجراج
لكن الشيء اللي يثبت انه مفتوح انه فقط القفل هذا حق الجراج مكسور. قام هنا الاب يضربهم، يبيهم يقولون من اللي دخل الجراج. الحمد لله ان اثنينهم اتفقوا انهم ما يقرون على احد، لان خافت زينة ان ابوهم يقتل حميدة، او خاف حميدة ان ابوهم يقتل زينة، وظلوا هنا ساكتين وحلفوا له انهم ما راحوا لهذا المكان. قام وضربهم وعذبهم وربط اياديهم كالعادة. حميدة ليش بالذات راح لهذا الجراج؟ لانه كان دائما في باله كلام عبد القادر لما قال له ان ابوهم قتل امهم وحطها داخل الحفرة في هذا الجراج، عشان كذا راح. طيب الحين خلاص عرف حميدة وما كان يسأل أبوه نهائيا عن عبد القادر لأنه عارف وينه أصلا. وفي هذا الوقت الأب زاد من الحراسة وقفل عليهم البيبان، يطلع ويقفل البيبان ما يخلي أحد يطلع مدة 4 شهور. وفي هذه الأثناء جاء يوم من الأيام أبوهم جاب ملابس وتيشرتات وهدوم يعني عليها القيمة، لبس ولد حميدة وقال يلا يا حميدة البس أحسن ما عندك لأن الآن بتروحوا تكلموا أمكم. قام هنا ولبس فعلا ملابسه وراحوا مع أبوهم، وفعلا وداهم إلى مكان، هذا المكان فيه اللي هو تليفون أو مثل ما يسمونه هناك تاكسي تليفون أو تليفون خارجي سنترال. فقاموا وراحوا هناك، وعلى طول اتصل هذا الأب اللي هو أحمد بأمهم وعطى حميدة يكلم أمه. حميدة للأسف صوت أمه ناسنها، فما يتذكر أن هذا صوت أمي ولا لا، لأن مثل ما قلت لكم اختفت وهو عمره 7 سنوات، أيضا حتى ملامحها بدأت تروح. فقال أنتي أمي؟ قالت له إيه. فقام هنا حميدة يسأل هذه المرأة أسئلة عن أشياء ذكريات بينه وبين أمه فقط، يعني في الصالة في الغرفة إيش كانوا يسوون، هذه الأماكن والذكريات يتذكر حميدة إنه ما كان موجود فيها إلا هو وأمه. فلما قاعد يسأل هذه المرأة كانت تجاوبه وتقول له إيه صار فعلا هذا الكلام، وحتى أنت قلت لي كذا، وحتى أنا رحت من هذا المكان. فهنا تأكد حميدة تمام التأكيد إن أمه هذه اللي اتكلمه. بعدها أبوهم رجعهم للبيت وطمنهم إن هذه أمكم وإن راح تجيكم بعد ما يخلص البيت وتاخذكم معاها في البيت. في هذه الأثناء حميدة كل في باله وخيالاته صورة عبد القادر وهو متفحم داخل الحفرة. قام هنا وقال حق زينة احنا لازم ننفذ بجلدنا أبونا، مثل ما تخلص من أمي ومثل ما تخلص من أخوي عبد القادر أكيد راح يتخلص مني بأي وسيلة كانت. فقامت هنا زينة وقالت له يلا الصباح بكرة أبوي بيطلع نروح السطح ونشوف إذا نقدر نلوح حق أي أحد يساعدنا. من حسن حظ هذول الأولاد إن بيت هذا الإمام المسجد أحمد كان موجود في وسط الجلفة، قدامه جامع وأمامه بشارع فقط واحد اللي هو البلدية، وكذلك السجن وأيضا مخفر الشرطة. فقام هنا حميدة وطلع مع أخته في الصباح الباكر، وكان في عز البرد. هذا الكلام عام 2004، وكان عمر تقريبا حميدة 14 سنة، أما أخته زينة تقريبا 16 سنة. طلعوا لفوق وقعدوا يلوحون، شافوا فعلا أحد من حراس السجن موجود يحرس أحد السجون، قاعد يطالعهم ولوح عليهم بيده يعني يرد التحية. قالت لزينة خلاص انت روحي حميدة اكسر الباب، اخطر من الجدار اللي تشوفه، روح لهذا الحارس وكلمة قول له بالمعاناة اللي احنا نعانيها. قال لها حميدة تمام. قام حميدة ينتفض ويرتبك، ما هو عارف شنو يقول حق هذا الحارس. فعلا أول ما قدر يكسر اللي هو الحديدة حقة الباب وراح طلع لهذا الرجل الحارس، قال له أبوي قتل أمي وأخوي عبد القادر وحطهم في الحفرة داخل الجراج. قام هذا الحارس قال له خلاص روح
روح البيت، ما عطى أي أهمية. فرجع هنا خايب الرجا اللي هو حميدة الأخته، كانت فوق السطوح تشوف، فقال لها ما رضى يطاوعني ولا رضى يسمعني أو يصدقني. قامت هنا زينة قالت له أنت ما تعرف تتكلم، أنا أكبر منك، خلني أروح. فعلا زينة راحت لهذا الرجل، تكلمت وياه، قاعد هو حميدة يطالعها من فوق، شافها راحت زينة ومعاها الحارس، ما شافها نهائيا، اختفت. ظل ساعة ساعتين وقعد يعني القلق يدب في قلبه، خايف ان ابوه يجي ويشوف ان زينة مو موجودة بعدين يقوم يعني ويتهور ويقتله. فبعد تقريبا 2.5 ساعة جات اللي هي زينة حق حميدة وقالت له تعال بسرعة للمخفر الشرطة يبون ياخذون أقوالنا. قام حميدة وراح وياها. فعلا مخفر الشرطة كان فيه رجل وامرأة، المرأة أخذت زينة على جنب تحقق وياها وحميدة على جنب يحققون وياه. للأسف أن أقوالهم ما طلعت متطابقة. ليش؟ لأن حميدة قال حق المحقق أن كلم أمه عبر التليفون، بينما زينة قالت أن أمها محفورة داخل القبر في الجراج، يعني تناقض. فلذلك ما صدقوهم هنا مخفر الشرطة، لكن بعدين قالوا روحوا بيتكم وإحنا راح نجي نفتش البيت، لأنهم يبون ياخذون إذن للتفتيش، ما يصير يروحون بيوت بس ويقتلعوها ويقومون يفتشونها، لازم تصريح. فقام هنا يصيح حميدة ويا زينة خايفين ان ابوهم يجي يشوفهم طالعين برا البيت. فهنا عرفوا ان وضعهم الشرطة وضع مريب. قالوا لهم من ابوكم هذا اللي تخافون منه؟ قال هنا حميدة ابونا ما هو الا امام مسجد وامام جامع وشيخ كبير الكل يحترمه ويقدسه اللي هو احمد. قالت لهم هذه المحققة او الضابطة لا تقولون سي احمد هذا اللي يجي ويقول بارك الله فيكم في البلاد والله يعطيكم القوة والشجاعة انكم تقبضون على يعني المجرمين، ودائما يعطينا يعني ادعية زينة، وكذلك كان جدا ملتزم هذا الرجل. قالوا لها هذا هو ابونا. فهنا قالوا خلاص نمشي معاكم. فقامت هنا الضابطة هذه طلعت وياهم 3 حرس يحرسونهم لما يدخلون البيت. فعلا راحوا إلى أن دخلوا البيت وقالوا لهم لا تقولون شيء لأبوكم، إحنا راح نحل الأمر. ولأنهم هذول الشرطة ما عندهم تصريح، طلعوا رجل من عندهم وامرأة بلبس أو زي مدني. لما رجع أبوهم للبيت اللي هو أحمد، فلما رجع طقوا عليه الباب رجل وامرأة، فتح لهم الباب قالوا له إحنا جايين من قبل الأمن نبي نفتش بيتكم. قال لهم طيب لحظة في ناس عندي نساء في البيت اصبروا. فقام يصرخ. حميدة كان فوق السطح مع أخته زينة. قال الأب يا حميدة قول لأمك تروح داخل لأن يعني بيسوون طريق عشان الرجل بيجي يفتش البيت. فقعد حميدة يطالع أي أم اللي موجودة في البيت، لكن شاف أبوه يغمز له بعينه أنه يعني مشهى. فقاموا هنا دخلوا الرجل والأمرأة، سألوا هذا الأب قالوا له كم عدد الأسرة؟ قال لهم أنا عندي عبد القادر يدرس وكذلك أخته تدرس في المدرسة وحميدة أيضا، وعندي بنت ثانية تدرس في الجامعة. فقام هنا هذا الرجل اللي تبع الأمن قال له طيب طلع لنا زوجتك. قال لهم لا زوجتي داخل، هذه زوجة إمام جامع تبونها تطلع لكم؟ قالوا لا طلعها لأني مو أنا اللي بقابلها، أنا جايب معاي امرأة هي اللي راح تقابلها. قال له طيب ليش؟ زوجتي مسافرة. قال له الحين أنت تقول إن زوجتك موجودة وسووا طريق وبعدها تقول زوجتي مسافرة. فقالوا له طيب جيب عيالك. قام وجاب عياله. راح هذا الضابط سأل العيال قال لهم قولوا لنا الكلام اللي قلتوا لنا إياه في مركز الشرطة. هنا حميدة قام يصرخ وقال لهم أبوي قتل أمي وقتل أخوي عبد القادر وحطهم اثنينهم في حفرة واحدة في داخل الجراج اللي قافلنا أبوي بالحديدة. قالوا له يلا لا هنت ودنا أو باللغة الفصحى دلنا على مكان هذا الجراج. فقام هنا الأب قال ما في شيء، كذابين هذول العيال لا تصدقونهم. وقال حق ولده حسبي الله عليك راح تشوف شو اسوي فيك. بعدها راحوا وياه ووداهم
إلى الجراج. دخلوا هنا ما اندخلوا إلا ريحة جيفة كرمون مملوءة بالمكان. فسألوه قالوا له شنو هذه الريحة؟ قال لهم هذا ريحة خروف كان ميت وله 5 أيام ورا يعني القش، ما كنت أدري لذلك تسربت هذه الريحة. لكن الضابط عارف وين راح يجي وعارف وين راح يشيل، لأن حميدة فسر لهم المكان بالضبط. شال اللوح، من أول ما شال اللوح شاف اليد اللي هي نفسها يد عبد القادر. قاموا هنا قالوا له أنت متهم بالقتل، على طول كلبشوا أيادية واخذوه للتحقيق. الحين باقي حميدة وزينة مساكين ما لهم أحد. قالوا لهم مركز الشرطة أنتوا لكم خوال عمام، قالوا لهم إحنا ما عمرنا شفنا لا خوالنا ولا عمامنا. فقام هنا الضابط قال لهم أبوكم الحين يعني مقبوض بتهمة جدا خطيرة، فهذا هو الرجل يصير خالكم، راح ياخذكم في البيت، روحوا وياه وقعدوا لحد يعني ما نشوف حل لهذا الأمر. فعلا قام هذا خالهم وأخذهم وياه في البيت. وفي هذه الأثناء الناس قاعدة تجيهم وتعزيهم على وفاة الامرأة هذه اللي هي أخت الأب، ما كانوا يعرفون وينها لحد ما طلع خبرها. يعني حميدة كان موجود جالس، وجت بنت أو امرأة يعني دخلت وطالعت في حميدة، ظلت تطالع فيه وكش جسمها وقالت أنت شنو اسمك؟ قال لها حميدة. فقامت هذه البنت راحت لأهلها. هذه العيلة اللي جاوا يزورون بيت خال حميدة كانت لهم علاقة قوية مع هذا البيت، فجاوا يعزونهم. لما راحت هذه البنت حق أمها، جات هنا الأم وقامت تصيح وتبكي وتقول إن هذا حميدة ولدي. قام هنا قال لهم شو الدليل؟ قالت الأم ولدي حميدة فيه شامة في بطنه. رفع حميدة وفعلا كانت الشامة في بطنه، وقالت أثر خال موجود هنا وكذلك لون شعره كذا. المهم يعني عطتهم الأوصاف وقالت أصلا ما يحتاج، الشبه كبير. أخذوا هذا حميدة وودوه المستشفى، وفعلا طلع متطابق تماما DNA مع أهله. لكن حميدة الآن أصبح له هويتين، هوية صدام عبد الملك اللي هو ولد هذه العيلة الأصلي لما كان موجود عند أهله، وأيضا هوية ثانية كان هذا مسويها له اللي هو الأب بمواليد 89. فمعناها أكيد إن في واحد اسمه حميدة من قبل، والدليل إنه مسوي له هوية وطنية باسم حميدة من مواليد 89، أما صدام مواليد 91. فلذلك على طول رجع لأهله، ما غيروا في الهوية الوطنية لأنه كان مفقود. لما رجع لهم قعدوا يحكوا له إنه كان عندهم وكانوا يهتمون فيه، لكن وقت العيد راحوا زاروا الجد في منطقة ثانية بالتحديد في الجلفة. قام هنا أخوان صدام وطلعوه برا في الحارة يلعبون كورة مع الأولاد، ويعني لهوا عنه. وكان على حسب الشهود اللي موجودين هناك إن في واحد ما شال نظره عن صدام واقترب منه لما فضى المكان ما في أحد، وبعد شوي صدام عن أهله على طول راح عطاه حلاوة وأخذ الولد وطار فيه. ومن هذا الوقت ما شافوا صدام، وقالوا إن ملابسه كانت موجودة ومحتفظين فيها اللي هي ملابس العيد من ذاك اليوم، وقعدوا يبحثون عنه 14 سنة دون كلل ودون تعب. حتى الأب قام يصيح ويبكي ويحضن ولده، وحميدة ما شاف إلا الحنان والحب والرعاية من هذا الرجل اللي هو الأب الحقيقي. فقال على أي أساس هذا الرجل ياخذني ويعذبني وهو أصلا مو أبوي؟ طبعا شلون انقتل عبد القادر؟ اعترف اللي هو أحمد وقال إن لما طلع عياله برا راحوا يشتروا لهم أغراض بنية إن هذا اليوم يخفي عبد القادر ويكتم سره معاه عشان ما يهدده بأمه. فقام وقال له ساعد، رقى أو صعد عبد القادر إلى السطح وراح غافله من وراء وضرب بالحديدة على راسه. لما طلع الدم وتطشر في جميع الأماكن، ومن ثم لما فارقت روح الحياة أخذه وحطه في الحفرة نفسها اللي حفرها بنفسه عبد القادر وهو ما يدري قبل شهر.
لكن الغريب في الأمر إن البنت هذه زينة هل هي بنت أحمد أو لا، لأن ما في أحد قال إن هذه بنته. وكذلك عبد القادر، تخيلوا أثناء التحقيق انعرف أشياء كثيرة، إن هذا أحمد أصلا متزوج 2، وهالثنتين ما جابوا عيال منه، وراح فرنسا يتعالج بسبب الإنجاب، ورجع مرة ثانية إلى الجزائر، تزوج واحدة ثالثة اللي هي زهرة، ظل وياها 10 سنوات، وبعدها جاب بنت أخته حقها وقامت ترعاها وتهتم فيها مدة 4 سنوات، ورجعها كذلك لأهلها لما طالبوا فيها. لكن شلون جالها العيال هالثلاثة بعدين؟ ما يدرون الناس. لكن لما طلع صدام الشك دار حوالي زينة اللي هي بنت أحمد. لما قبضوا على أحمد كان عنده أموال بفعل قرابته من الناس، يقرأ ويروح فواتح والناس تعطيه، وعنده هبات اللي هو البيت اللي ساكن فيه. ترى البيت كبير جدا، لكن للأسف تم تقفيله بالشمع ومنعه منعا باتا أي أحد يقترب منه، لأنه صايرة فيه جريمة قتل. فبالتالي البنت زينة ما لها أي مكان تروح فيه، فأم صدام فتحت لها بيتها وخلتها تسكن معاهم. بعدها ظلوا ينتظرون المحاكمة، لكن المحاكمة ما طولت أصلا، لحد عام 2005 توفى هذا الرجل أحمد بسبب ارتفاع في السكر ودفن سره معه. بتقولون طيب ليش قتل زوجته وهي حامل؟ هو واحد من الأمرين، يا إنه عشان يقدمها قربة وعشان السحر والشعوذة، أو إنها حامل بسبب الخيانة. لكن الأصل والحقيقة غير معروفة، ممكن معروفة عند الشرطة، الله أعلم. إنزين الحين ليش قتل عبد القادر؟ عشان يكتم سره، لأن عبد القادر عرف اللي هو حقيقة مقتل أمه بسبب هذا الرجل أحمد. إنزين الحين الأب هنا توفى، عنده أملاك وعنده عقود وعنده صفقات وأراضي، فالعمام هنا استولوا على كل حاجة. وأيضا من أول ما مات هذا الأب أحمد إلا ناس جو وسرقوا جميع الذهب اللي موجود داخل البيت. زينة كانت تطالب بالورث حقها، كون إن هذا أصلا أبوها تبع الأوراق، لكن العمام ما رضوا يعطونها ولا مليم، كون إن عارفين العمام إن الأب أحمد ما كان يجيب عيال، أو بالأحرى عقيم، فبالتالي ما عطوها ولا مليم. فطلعت للإعلام تناشد المسؤولين إنهم يعطونها سكن، يعطونها ورث من قيمة أملاك أبوها حسب الأوراق الرسمية ماشية عليها، ما في دليل يثبت إنها مو بنته. رفعت دعوة ورفضوا العمام يسوون تحليل الDNA عشان يكتشفون إذا زينة بنتهم أو لا، فبالتالي انرفضت الدعوة وما هي معروفة زينة هل هي بنتهم أو لا. الحين صدام الضحية الكبرى في هذه القصة، لا درس ولا تعلم وتعذب وحرمه من حنان الأم، وكل هذا سواله، وأيضا طلع مثل المولد بلا حمص، يعني ما عنده لا سكن ولا يقدر أصلا يعني يتوظف وظيفة زينة. اشتغل وهو فعلا بناي للبيوت هناك. أيضا صدام بعد كل هذا شنو حصل له؟ صدام تزوج وجاب عيال، ولما طلع ناشد عن حقوق أخته أيضا زينة شافتها إحدى النساء وحنت عليها وقالت بعطيها ولدي، وفعلا تزوجت زينة وجابت عيال الحمد لله. والغريب في الأمر إن صدام أو حميدة ما رضى يبتعد عن زينة، وفعلا كونوا لجنة هناك وعلى طول عطاهم يعني سكن عبارة عن شقة وسكن فيها اللي هو صدام مع أخته وعائلته هناك. صدام أو حميدة كان يقول كثير قعدوا ينتقدونه، ليش تتكلم عن أبوك؟ أنت تشوه صورة الإسلام، ليش تقول إن أبوك إمام جامع ويفعل كذا؟ طيب يكذب الرجال؟ هذا أولا. ثانيا مين قال لكم إنه إمام جامع؟ إمام جامع فقط شكلي، لكن ليس إمام جامع في الحقيقة والواقع، لأن في الأخير هذا إنسان يغلط ويخطي، فمو لأن شيخ الكل يروح وراه ويقدسه. الغريب في الأمر
إن شافوا بطاقة الأب مدروج تحت أسماء كثيرة، من ضمنهم اسم فتيحة، اللي كان يسمي حميدة بهذا الاسم لما كان يطلع. وين فتيحة؟ الله أعلم، ما يدرون عنها، لكنها مدروجة تحت اسم هذا الأب. مات ومات سره معاه، وتبقى هذه أخطر وأخوف قصة حدثت في تاريخ الجزائر. في الأخير قبل ما أختم، صدام الآن يعني يعاني من الفقر، وهذا على حسب كلامه في قناته، فلذلك أي أحد يقدر يساعده يتواصل وياه، يعطي اللي يقدر يتبرع له فيه، لأن فعلا حالته ما يقدر أصلا يعني يشتغل وظيفة مرموقة، كون أنه للأسف ما تعلم. يا ليت يا صدام لو أنك تسمعني تحاول تدرس حتى لو بعمر كبير تكون مستقبلك، ويا ليت الأشخاص اللي يتابعوني اللي يبون يساعدونه يتواصلون معاه. راح أحط اللي هو رابط قناته اليوتيوب تحت، تشوفونه مثبت في التعليقات وكذلك في صندوق الوصف، وكذلك راح أحط لكم بعض من اعترافاته وهو يحكي القصة على القنوات وهو مع أخته زينة. طبعا أنا زينة هذه لما شفتها وهي تتكلم صراحة كسرت خاطري، لأن تحسون إن ما طلعت من عباءة الأب هذا المجرم، لدرجة إن حتى في طريقة كلامها مو مفهومة، وكأنها في حالة نفسية متقوقعة وما هي عارفة شلون تواجه المجتمع. حتى هي قالت أنا مريضة، عندي الهلع أو القلق. يعني طولت عليكم، سامحوني. هذه نهاية قصتي لليوم. انتظر تعليقاتكم على الفيديو، لا تنسون تحطوا لي لايك واشتراك وتعليق على الفيديو.